السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار؟ النهارده عايزين نتكلم عن مشكله تقريبا بتواجه الجيل بتاعنا كله بلا استثناء يعني، ومن اكتر الحاجات اللي يمكن بتسبب ضرر نفسي واهدار لوقت الشباب بتاعك اللي هو اصلا اهم وقت في حياتك، والوقت اللي انت هتتحاسب عليه بنسبه كبيره، لان هو الوقت اللي هيقدر ان هو يشكل لك حياتك مره تانية، يا اما يطلعك لفوق او ان هو ينزلك لتحت مدى حياتك. هو الوقت اللي احنا بنعتبره استثمار، زي اللي بيبني بيت او بيحط فلوسه في شركة او اي حاجة، هو بيحطهم دلوقتي وبيجي على نفسه فكرة انه ممكن يتزنق ماديا، ولكن هو عارف ان هو على المدى البعيد هيكون في مستوى افضل يعني. الموضوع اللي عايزين نتكلم عنه النهاردة هي الصداقة بين الجنسين، سواء كان الولاد ان هي تصاحب بنات او البنات ان هي تصاحب ولاد. وليه الموضوع ده خطر، وليه الموضوع ده ان هو مضر؟ قبل ما اتكلم في النقطة ديت، عايزين نرجع لطبيعة النفس البشرية عامة، والحاجات اللي أنا استشفتها من الناس اللي أنا قعدت معاهم أو اتكلمت معاهم، بدون إن احنا نذكر حد بشكل معين يعني، ولكن دي الحاجات اللي أنا اكتشفتها سواء الواحد من نفسه أو من الخبرات اللي اكتسبها لما الناس إن هي اتكلمت معاه. المهم إنك تفهم طبعا إن أنت بالنسبة لك الجنس الآخر هي حاجة مزينة، يعني الولاد بكل تأكيد بتنجذب للبنات والبنات هكذا. دي حاجة بدون كسوف يعني، مهم ان انت تكون عارفها ومعترف بيها ومعترف بنقطة ضعفك، عشان ما تروحش عندها وتدوس عليها وتيجي تقول انا غلطت. يعني من الاساس مهم انك تكون عارف كده، وما تقعدش تكابر، يعني ما تقعدش مثلا تيجي تقول لا والله اصل انا هعرف اقاوم، اصل انا هعرف اسوي. لا، انت مهم انك تكون عارف من البداية ان انت قصاد النقطة ديت ضعيف. طيب، انت في الغالب بتصاحب ليه؟ يعني لما تيجي تفكر فيها كده، طب ما انا ممكن اصاحب ولاد بس مثلا. يعني انا ايه الحاجه اللي بتديهاني صحوبيه بنت مش بيديهاني صاحب الولد؟ هقول لك بكل بساطه، هي الفكره اللي انا لسه قايلها، فكره الانجذاب للجنس الاخر. وبكل تاكيد لو خدنا مثال بسيط، مثلا انت لو الولاد، لو انت بتحب بنت ولسه في مرحله الاعجاب بيها ومش متاكد اذا كانت هي ديت اللي تنفع تبقى مثلا خطيبتك او مراتك ولا لا، فايه يعني مين الشخص في البيت اللي بتروح تتكلم معاه؟ هل هو ابوك ولا هل هو امك؟ بنسبه كبيره بتكون امك، لان انت في مرحله لسه من اللي هو الشك وعدم اليقين، فبتروح تتكلم مع حد تقدر تقول شويه المشاعر اللي عندك، اللي هم اصلا عجباني عينيها، اصلا عاجبني شكلها، عجباني ابتسامتها. الحاجات اللي هي لما تحس انك لما تروح تتكلم فيها مع ابوك بنسبه كبيره كلام غير منطقي. يعني انت مش معقول ان انت هتبني بيتك وحياتك عشان واحده هي عجباك مجرد شكلا وخلاص. فاهمني؟ فدي النقطه الاولى. الحاجة التانية اللي بتوفرها لك الأم عن الأب بالنسبة لك أنت كولد، يعني نقطة إن هي بتتفهم المشاعر ديت، أو بتحس إن في حد عاطفي معاك غير الأب. الأب لما هتروح له هيبدأ يفكر معاك عقلانيا، هل أنت بتشتغل؟ هل أنت عندك وظيفة؟ طب إيه المميزات اللي في البنت؟ تمام، ممكن تكون شايف إن هي تخليها زوجة ليك. طبعا أنت مش هتعرف تجاوب على كل الأسئلة ديت بكل تأكيد، لأن أنت دلوقتي غرقان في الحب بشكل مبدئي. يعني أنت أصلا ممكن أنا بعد أسبوع لما أجي أسألك عن البنت دي تقول لي لا أنا ما كبرت دماغي خلاص، أنا مش فاضي، مش مهتم، وشفت غيرها. الحاجة التانية لما نيجي نقيسها، المثال البسيط ونفس الكلام بالنسبة للبنت، البنت لو هتتكلم في حاجة زي كده في الأغلب هتتكلم مع أبوها أكتر يعني. لو احنا عندنا مشكلة وانا قررت انزل لحد من اصحابي عشان يحل لي المشكلة، ايه اللي هيعمله صاحبي؟ هيفضل يديني في حلول منطقية، في حين ان انت كل اللي انت نازل محتاجه ان تسمع كلمة ان انت يا باشا انت شغال وانت زي الفل والعيب مش فيك. وطبعا انت لو سمعت الكلمتين دول هتقوم بكره الصبح تحل مشكلتك انت بنفسك عادي، وانت غالبا عارف خطوات الحل. فلما تنزل مع اصحابك هتحس الموضوع مش مجدي، هم هيقعدوا يصبروك والكلام ده كله، بس هيدوا لك حلول منطقية. وليكن مثلا ناخد مثال برضو شائع يعني بدون كسوف، لو حد مفركش مع واحده مثلا ونزل يتكلم مع اصحابه، هيقعدوا يقولوا له يا عم بكره هتلاقي ستها، يا عم انت بس اشغل نفسك وانزل الجيم، يا عم ركز في شغلك. فهي الحلول المنطقيه اللي انت بتسمعها في كل حته، انت نازل مش عايز تسمع كده. وده اللي انا اكتشفته لما بقيت بقعد مع ناس او بتكلم في الحوار ده. هو الشخص بيبقى في بدايه الموضوع هو نازل مش عايز يسمع منك الكلمتين دول، هو عارفهم. هو عايز يسمع فكره ان انت يا عم شخص كويس و... والعيب يعني تبدا تحتضنه في البدايه بطريقه عاطفيه. اللي بيقدر يوفر الموضوع ده هو بنسبه كبيره الستات، ده بالنسبه للولاد. العكس بقى في البنات، هي مش نازله لحد يفضل يقول لها ان انت كويسه وبتاع، هي نازله لحد يديها حلول. دايما هتلاحظ حتى مثلا ان البنات بتنجذب اكتر لفكره الشخص اللي بيقدر ان هو يهندل لها الدنيا او يحل المشاكل بتاعتها. برضه مش بالضروره ان كلامي يكون صح مليون في الميه، انا بتكلم من وجهه نظر التجارب اللي انا عشتها قدامي او شفتها. فهي دي الفكره، ان انت الحاجه مميزه بالنسبه لك، ليه الصحوبيه بتاعت الجنس الاخر مميزه بالنسبه لك او بتدي لك حاجات هي مش موجوده في الصحوبيه بتاعت الولاد بتاعتك العاديه.
الحاجة التانية فكرة ان انت لما تحس انك مقدر في نظر الجنس الاخر، دي حاجة برضو بلا كسوف كلنا بتفرحك. يعني انت فكرة ان مثلا يتقالك من بنت ان انت مستواك كويس او ان انت بتذاكر او الكلام ده كله بيحصل، يعني احنا مش هنضحك على بعض. لكن الفكرة الى اي مدى انت متحكم في مشاعرك بحيث ان المشاعر ديت ما تسوقكش في طرق غلط تنتهي بيك في نهاية المطاف لانك عمال بتضيع وقت وبتضيع مجهود وبتضيع من صحتك النفسية. لان انت الحسبة اللي الناس مش بتحسب حسابها ان انت بعد نهاية الموضوع ده كله بتفضل تعاني نفسيا بدرجة مرعبة، لدرجة ان في ناس مثلا بتقعد شهور ما بتقدمش ولا بتأخر اي حاجة في حياتها في سبيل الموف اون من الموضوع ده. فاحنا اتكلمنا هي ليه الموضوع مميز بالنسبة لك وجذاب. طيب وفهمنا ان انت كده كده اصلا بشكل او باخر عندك انجذاب للجنس الاخر. حلو. ايه بقى العواقب اللي انت بتعملها لما بتخش في النوعية ديت من العلاقات بتاعة الصحوبية ومش الصحوبية والكلام ده كله؟ اللي بيحصل ان طبعا الطرف الاخر وليكن البنت بتفضل توفر لك المميزات اللي انت مش لاقيها في صحابك. زي مثلا ان انت لو غلطت في مشكلة او واقع في مشكلة او محتاج دعم نفسي او دعم عاطفي، فالبنات بتقدم ده بشكل مثالي. حلو. فانت بتقضي وقت كبير مع الشخص ده. خلي بالك ان احنا دخلنا العلاقة بغرض ان احنا اصحاب وبس. بتيجي طبعا فترة في فترة تبدأوا تخرجوا مع بعض، تبدأوا مش عارف ايه، تعيشوا حياة كأنكم اصحاب حرفيا. يعني اصحابك غير الولاد، بتنزلوا مع بعض بالليل، بتتكلموا، بتروحوا بتقابلوا بعض، بتشوفوا بعض، لغاية لما في النهاية اللي بيحصل ان في طرف من الطرفين بيتعلق بالطرف التاني. وده طبيعي لان احنا في الاول وفي الاخر بني ادمين. انت حد بيقدم لك كل الحاجات ديت، وخاصة ان احنا زودنا النقطة بتاعت فكرة الجنس الاخر، ان انت شايف نفسك انك مميز في عينها هي، شايف ان هي بتحكي لك مشاكلها، شايف ان هي بتوفر لك. ما هي برضو العلاقة بتبقى اخذ وعطاء، فهي برضو زي ما بتاخد منك زي ما بتوفر لك، ان هي مساحة امنة ان هي تسمعك. فكل ده في النهاية بيخلي طرف من الطرفين يتعلق، وبيبدأ ان هو غالبا يدخل في علاقة حب مع التاني، ويبقى عشمان ان هو يتجوزه. المصيبة السوداء اللي بتحصل بقى ان بيبقى في طرف ما زال لسه على البر، هو شايف ان احنا مجرد اصحاب. فانت دخلت نفسك في علاقة خسرانة وفاشلة من الاول. وطبعا انا بقى عن نفسي يعني شفت استثمارات في علاقات زي كده ممكن تقعد سنة وسنتين وثلاثة، خاصة في فترة الجامعة، بحكم ان انت تقريبا كل يعني كل يوم بتشوف الشخصية اللي معاك ديت، سواء كانت معاك في السكشن او كانت معاك مثلا في اكتيفيتي، فانت على طول خلاص شايفها وعايش حياتك معاها. فالموضوع بينتهي بان انت مثلا انت شايف ان هي البنت الواو المثالية اللي ما فيهاش اي غلطة ولازم انك تتجوزها. ولكن على النقيض او العكس برضو، يعني هي شايفة انك كده، ولكن انت على النقيض ما زلت متمسك بنقطة الصداقة. طيب ده بالنسبة للناس اللي بتصاحب. فانا بالنسبة لي يعني هو الموضوع كده كده اصلا مش جاي اتكلم في في حوار ان هو حرام ولا كده، لان انا اخر واحد ممكن اتكلم في الدين او انصح الناس في الدين، لان انا من يعني انا بعمل ذنوب وربنا ساتر عليا، ومش شايف نفسي ان انا شخص مؤهل ان انا انصح الناس في الدين او اتكلم معاهم. وانا بغلط فما اقدرش اقول ان انا احسن من حد او ان انا واصي على حد يعني. انا بالنسبه لي الفكره ان انت لو معجب بحد او حتى وصلت لمرحله ان انت فتحت معاه كلام او كده، فانت خليك صريح بحيث ان انت ما تدخلش نفسك في النقط ديت. والحاجه اللي انا استشفتها ان مش لما تقعد مع شخص وتبني معاه حاجه هو كده هيحبك، ممكن اصلا يفضل عادي. يعني في ناس بتبقى الموضوع بالنسبه لها اوبشن متاح، انا مثلا بصاحب من الجنس الاخر ولكن انا حاطط حدود انت مهما عملت مش هتتجاوزها. بمعنى يعني في بنت انت ممكن مثلا تنزل تصاحبها والكلام ده كله، هي خلاص هي الموضوع ده بالنسبه لها حاجه اوبشن متاح في حياتها، وهي عارفه تفرق كويس جدا ما بين مين الشخص اللي صاحب ومين الشخص اللي هيخش حياتها العاطفيه بشكل او باخر. فانت مهما اتنططت واتشقلبت مش هتوصل للليفل دوت باي شكل من الاشكال. فالنتيجه النهائيه واللي انا شايف استشفتها دلوقتي في جيلنا تحديدا مشكله ان الناس بتبقى فاكره وتحديدا الولاد ان انا لما اخش في علاقه واحاول اعلق الطرف التاني بيا ففي النهايه الموضوع هيتم وهيمشي حتى لو هي كانت ما بتحبنيش. ده غلط، لان الانجذاب العاطفي فكرته ان انت من البدايه يكون الطرفين عندهم ولو قدر من الانجذاب لبعض، لكن مفيش حاجه اسمها انا هعلقها بيا وهتعلقها بيك، مفيش. الكلام ده كلام عبيط. فاحنا يعني لو دخلنا في الموضوع يبقى الصراحه هي احسن حاجه. طيب انا لو من وجهه نظري في تاني مشكله في الحوار ده، ان الناس اصلا بتختار حاجات
غير خالص اللي هي متطابقه مع مواصفاته. يعني انا ممكن الاقي مثلا حد بيتكلم معايا معرفه، انا عارف شخصيته وعارف ايه الحاجات اللي غالبا هو بيحبها او بيفضلها، والاقيه مره واحده جاي يتكلم معايا عن بنت، لما يحكي لي عنها او لو انا مثلا عارفها او كده، لا تحس الشخصيتين مش راكبين مع بعض نهائي. فطبعا بيكون اعجاب يعني. هو ممكن كلنا نقع في النقطه دي، انا مش بتكلم ان انا افضل من حد او حاجه زي كده، ولكن الاعجاب هنا بيكون اعجاب بشكل غريب شويه، او تحسه اعجاب غير ناضج. ممكن غالبا بيكون اصلا شكل بس او صفه معينه، لكن انت ما درستش الموضوع من كافه النواحي اللي تكون مؤهل انك شايف الشخص اللي قدامك ان هو مناسب بالنسبه لك انه يكمل معاك حياته. فانا ازاي اتغلب على نقطه زي كده؟ ان انت ما تخليش حاجه زي الارتباط العاطفي تكون مؤثره عليك، وتكون الحاجه اللي انت بتبحث عنها في حياتك. كلنا بنبحث عنها بلا استثناء، ولكن اللي اقصده ان انت ما تخليش الموضوع، يعني انت مش بتصحى من النوم انا لازم احب النهارده، تمام، انا ما حبيتش النهارده يبقى لازم احب بكره، لازم الاقي شريك حياتي بكره. انا فاهم ضغط السوشيال ميديا، وفاهم ضغط المجتمع اللي احنا فيه، وان الحياه بقت اصعب، وان بتحس ان الموضوع رومانتسايزنج لو انت معاك مثلا شريك حياه او حد بيساعدك. ولكن الفكره ان برضه اللي الناس مش فاهماه ان انت حتى لما تلاقي شريك حياه، الحياه مش هتبقى ورديه بالشكل اللي انت متصوره، مش هتبقى الحاجات اللي انت بتشوفها على السوشيال ميديا، مش هتبقى كل يوم بتنزلوا وتتعشوا في مطعم وتجيبوا الورد الاحمر وتخربوا الدنيا، مفيش الكلام ده. انتوا هتواجهوا صعوبات زي الصعوبات بالظبط اللي انت بتواجهها في علاقتك باصحابك. انت مش ليل نهار علاقتك مع اصحابك ورديه، انت برضه بتتخانقوا، بتكون في خلافات، بتدخلوا في نقاشات. هو الجواز بالظبط نفس الفكره. فانا عشان اريح دماغي خالص واعيش حياه مستقره والاقي الشخص اللي يشبهني، فانا بالنسبه لي في 3 نقاط او ممكن نخليهم 4 على حسب يعني. شايف ان هم مفيدين. اول حاجه ان انت يكون عندك اهداف واضحه في حياتك بتطاردها. بمعنى انا لو شخص بدرس، فانا اهدافي هتتلخص في ان انا اجيب مجموع كويس، احاول اوفر لنفسي افضل فرص ممكنه فيما بعد التخرج، اجتهد في دراستي لان ده اصلا المجال اللي انا هشتغل فيه. فده هدف. يبقى انت لما تصحى الصبح انت عارف ان في جزء من يومك انت هتقضيه في المذاكره او في تطوير نفسك او في انك تاخد كورسز، مش فارق. تاني حاجه لما يكون عندك وقت فراغ، وحتى لو وقت الفراغ ده كبير، حاول تستغل جزء منه في ان انت تطور من شخصيتك. ومش بالضروره وقت الفراغ اللي زي ما الناس بتقول لك لازم تروح الجيم، لازم مش عارف تعمل ايه، لا عادي انت نظم وقت فراغك بالحاجه اللي انت تحبها. طب وايه الميزه في ان انت الحاجه اللي انت تحبها؟ ان انت لو بتحب حاجه هتلتزم عليها بكل بساطه. انا مثلا بحب الجيم فانا بروح الجيم، لكن انا ما اقدرش اجي واحد هو اصلا بينفر من الجيم اروح اقول له انت لازم تلتزم على الجيم. لا، طب انت بتحب ايه؟ انا بحب الرسم، خلاص انت قضي وقت فراغك في ان انت تاخد مثلا كورسز في الرسم، تطور من مهاراتك في الرسم، ترسم. ما هو انت وقت الفراغ ده مش هتحس نفسك ان انت ملزم بيه، بالعكس انت ده الحاجه اللي انت بتهرب بيها من يومك وتروح فيه. ان انا بحب الرسم مثلا فانا ماسك قلمي وقاعد برسم. واحد غيري بيحب الجيم، واحد مثلا بيحب انه يتمشى، انزل اتمشى. الفترات ديت بتساعد بشكل لا واعي في ان هي تزود النضج عندك. هتقول لي يعني انا لما انزل اتمشى في الشارع وانا بشوف الناس كده هنضج؟ انت في الوقت ده بتبقى اصلا قاعد مع نفسك وسامع صوت دماغك، وبتقدر تتعرف على نفسك بشكل افضل. وده هينقلنا للنقطه التانية، ان انا مهم ان انا اكون اصلا دارس نفسي وعارف انا محتاج ايه في حياتي، وايه النمط اللي انا حابب ان انا امشي بيه في حياتي. ليه؟ عشان لما تقابل شخص تبقى قادر تشوف هل في اصلا توافق بينكم ولا لا. يعني المشكله اللي الناس بتقع فيها دايما ان انت تلاقي شخص عجبها واحده مثلا تماما، ويجي يتكلم عنها كانه عايز يتجوزها بكره الصبح. لما تيجي تحط الاتنين قصاد بعض من الناحيه مثلا الدينيه، ودي اللي نقطه ناس كتير الشباب بتقع فيها وبالذات الولاد يعني، يجي يقول لك انا والله البنت دي عجباني ولا غلطه ومش عارف ايه، يبدا بقى يطلع لك عيوب في اللبس، عيوب مثلا في حوارات زي الميك اب، عيوب في الالتزام الديني بشكل عام، ويتكلم عنها. فمن الاساس الموضوع نفسه كان انت داخل في سكه غلط، والنتيجه ان انت ما كنتش فاهم نفسك. انت مش فاهم نفسك فبالتالي مش قادر تختار الشخص اللي هو المفروض يناسبك. حلو. فدراسة نفسك وانك تقعد تشوف العلاقات بتشتغل ازاي، تحاول تقرا فيها. وده الموضوع اللي انا اكتشفته. انا لو بايدي مثلا او اللي انا مسؤول هخلي الشباب اللي في سننا تقرا اكتر في موضوع العلاقات او تكون مثقفة فيه، لان نتيجته بتقلل خالص من المشاكل اللي انت بتشوفها. وبقيت متقبل انا عن نفسي مشاكلي مع اصحابي، مشاكلي مع اهلي، بقيت فاهم ان ده جزء من العمليه بتاعت الحياه بتاعتك. انت مش بالضروره ان تكون كل علاقاتك ماشيه بشكل مثالي، حتى مع ابوك وامك اللي هم اقرب الناس ليك انت في خلافات لازم هتحصل وفي مشاكل، ودي حاجه طبيعيه. الفكره ان احنا بنشوف المشاكل دي بتتحل ازاي، او بنشوف ايه النطاق اللي المشاكل دي بتكون فيه صحيه، وايه المشاكل او ايه النطاق اللي المشاكل بتكون فيه غير صحيه. فدي الحاجة اللي مهم ان الناس تفهمها. انت لما بتفهم كده بتقلل جدا من احتمالات انك تروح تنجذب او تختار شخص. هو كده كده في النهاية الحب احنا ما نقدرش نتحكم فيه، بس اللي انا بتكلم عليه ان انت تحاول الى حد ما تكون عندك ليميت او قادر تحكم نفسك بحاجة معينة.
مش كل مثلا ما تشوف بنت في الشارع تيجي تقول لي انا معجب بيها، او انا دي عايز اتجوزها، او البنت دي حلوه، وتروح مروح تفضل تدور على الاكونت بتاعها على الانستجرام وتروح عامل لها فولو. الحاجات دي حاجات كلها يعني انت بتوصلك في النهايه انك مشتت، انت مش قادر تحكم مين البنت الاحسن ومين البنت الاسوء. ودي مشكله بكل صراحه موجوده في شباب الجيل الحالي. انت تلاقيه مثلا على الانستجرام عنده 50 60 بنت، طب انت بتحب مين؟ ولا اي حاجه، هو قاعد بيتابع كله وقاعد بيتفرج على كله، ويتفرج على دي باللايف ستايل بتاعها ويتفرج على دي باللايف ستايل بتاعها، وبعد كده يروح يشوف الممثله الفلانيه باللايف ستايل بتاعها. فهو مشتت، هو مش قادر يحكم هي مين اللي بالنسبه له مناسبه، هو قاعد بيتفرج وخلاص. هكذا برضه بالنسبه للبنات، ان هي تيجي في النهايه مش عارفه تختار الشخص على اي اساس. فهي الفكره ان انت تكون فاهم نفسك، انت فاهم انت عايز ايه من حياتك. في النقطه الرابعه ان انت ولو انا بحبس برضو النقطه ديت، ان انت لو في علاقه مع شخص، ولا نفترض يا عم انك صحاب او ان انتوا مرتبطين او ان انتوا اي حاجه، ما تقضيش وقتك كله في حوارات الحب والرومانسيه وانك تجيب هدايا وانك تجيب ورد وانك تصور عن نفسك صوره هي مش موجوده. يعني انت ما تقعدش ترسم لنفسك كولد مثلا شخصيه هي مش موجوده في شخصيتك، ان انت تمام وان انت كويس، مع ان انت مع اصحابك مش كده، شخصيتك اضعف بكتير من كده او فيها خلل اكبر بكتير من كده، ولكن انت قدامها مصور لها صوره غير تماما الواقع. نفس الكلام، هي تبدا تصور لك ان هي الانسانه البريئه اللي ما فيش منها، مع ان هي عندها عيوب. فتناقشوا بكل صراحه لو انت مثلا في علاقه، سواء يا عم هنمشيها ان انت حتى لو مرتبط، مع اني ما بحبس الحاجات ديت، ولكن تناقش مع الشخص في فكره الاهداف المستقبليه كانك الشخص ده خطب. حاول تدور ايه الحاجات اللي انت المفروض انك تسال عنها، وبالتالي زي ما قلت لك انت مش هتعرف تسال عن الحاجات دي كويس الا اذا كنت انت اصلا فاهم نفسك كويس وفاهم ايه متطلباتك من العلاقات وايه الحاجات اللي انت هتمشي بيها في حياتك. فدي نقطه مهمه انك تتناقش بمستوى فكري كويس مع الشخص، تبطل تحديدا جو ان احنا لازم دايما نعيش في جو الحب والرومانسيه. ده هيجي له وقت وهينتهي. انت لازم تكون مقوم زي البيت، لازم يكون قايم على عمدان كويسه عشان تقدر تستمر في انك تعيش فيه. هي دي نفس الفكره بتاعت الجواز، لازم يكون قايم على اساس كويس. مش هينفع فكره ان انت منجذب تمام وهيمان وكل يوم انت بتنزل تقابلها بتبقى ميت من السعاده وهي نفس الكلام، ولكن في النهايه انتوا اصلا غير متوافقين مع بعض بالمره. فمهم انك تدرس الحوار ده كويس وتدرس نفسك وتكون فاهم انت الشخص اللي قدامك بتفكروا مع بعض ازاي في العلاقه. واعتقد دي من اهم المشكلات يعني اللي انا كنت حابب اتكلم فيها بقالي فتره، فاستغليت الفكره بتاعت ان احنا معانا الريكوردز ان احنا نتكلم فيها بشكل اوسع يعني. وبالتالي الموضوع هنقدر ان احنا نفهمه كويس. ومش عيب، مش عيب ان انت تقع او ان انت تتخبط في الحياه، انت موجود عشان تتخبط. الفكره ان انت تفضل تتخبط بنفس العقليه بتاعتك وترتكب حماقات اكبر بكتير من اللي انت عملتها قبل كده. فعادي، ما فيش حد فينا بيتولد يعني متعلم كل حاجه. انا الحاجات دي مثلا اتعلمتها وانا بسرش على النت من كتر البودكاست اللي سمعتها، قريت في الكتاب الفلاني مثلا في العلاقات، فخلاص. فمش عيب خالص ان انت تنضج وتكبر وتستفيد من اخطائك القديمه يعني. بس والنتيجه النهائيه هتكون ان انت علاقاتك بشكل عام هتتحسن يعني. وسواء اي ذنب كنت عملته او ندمان عليه او اي حاجه فاستغفر ربنا، وربنا غفور رحيم عادي يعني. ما تفضلش تجلد في ذاتك على اخطاء انت عملتها ممكن احيانا في وقت غير نضج او في وقت انت ما كنتش فيه في احسن حالاتك الفكريه. فخلينا عادي يعني نتقبل الموضوع بصدر رحب ونحاول نطور من نفسنا فيه زي اي مجال انت بتطور فيه في حياتك. وما تخليش الحياه العاطفيه تضغط عليك وتفهمك انك متاخر عن الناس. في الاول في الاخر الموضوع هو رزق من ربنا بيساق ليك في الوقت اللي ربنا شايفه ليك مناسب ومع الشخص اللي ربنا شايفه ليك مناسب. فتقبل فكره ان انت عادي ممكن تحب حد واثنين وثلاثه وما تكونش موفق معاه، بدون ما تخلي الموضوع يعني. انا ما بقولكش ما تزعلش، انت طبيعي انك تزعل عادي. لو البنت اللي انت بتحبها مثلا اتخطبت او الشخص اللي انت بتحبيه اتخطب مفيش اي مشكله عادي. انا ما بقولكش ما تزعلش، لا يا عم ازعل وعيط واقعد في البيت والكلام ده كله، بس خلي الحزن جزء من يومك وليس كل يومك. يعني ما تقعدليش مثلا في الاوضه ومشغل عمرو دياب وتامر عاشور وقاعد ولا بتذاكر ولا بتعمل اي حاجه في حياتك ولا بتخرج ولا الكلام ده كله، وفي النهايه مستني نتيجه مختلفه. مش هيحصل. انت لو كل يوم عايش في الروتين ده هتفضل كل يوم في الروتين ده لحد لما تموت. والتجاوز بيحصل لما انت بتبدا تاخد خطوات حقيقيه انك تتجاوز، مش انك تفضل قاعد. هنخصص موضوع يعني كامل نتكلم فيه عن حوار التجاوز دوت وازاي تنجزه باسرع وقت وازاي تخليه برضه بطريقه صحيه عشان ما يفضلش عندك اي بقايا من علاقات سابقه تاثر على حياتك يعني. بتمنى ان الموضوع ده يكون مفيد بالنسبه لكم بما انه شغل شاغل يعني للجيل الحالي بتاعنا. وان شاء الله ربنا يكون وفقني في ان انا عرفت اسرده بطريقه كويسه. برضه باكد تاني ان انا وجهات نظري مش بالضروره تكون وجهات النظر المثاليه، انا بتكلم من المعلومات اللي انا قريتها ومن الناس اللي انا سمعتها
يعني دي تجاربي الشخصية، مش بالضرورة، أنا مش شخص مختص يقدر يحكم بنسبة مليار في المية أو يجزم إن رأيه ده هو الصح. ولكن بتمنى إن هو لو حد عنده وجهات نظر مختلفة نتناقش فيها يعني. وإن شاء الله ربنا يكون وفقني. بشكركم على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.